السلام عليكم. أهلا بكم. النهاردة هنتعلم مع بعض طريقة تحديد الأعمار. هنعملها إزاي؟ هندوس يساوي وبعدين dated if. هنفتح القوس، هنيجي عند تاريخ الميلاد وهنضغط عليه، وبعد كده ندوس فاصلة منقوطة، وبعدين ندوس على تاريخ اللي احنا محددينه، وبعدين ندوس فاصلة منقوطة تاني، وبعد كده ندوس على 200 التنصيص ونكتب على الواي وندوس علامة تنصيص تاني ونقفل القوس. بعد كده هندوس اد ونضغط على علامتين التنصيص ونكتب years وندوس تاني علامتين التنصيص. كده هيحدد معانا القمر. لو عايزين نضيف الشهور هنكتب اد تاني، وبعدين نعمل نكتب نفس اللي كتبناه أو نعمل لها كوبي زي ما هنعمل كده dated if وتاريخ الميلاد والتاريخ اليوم، بس مكان الواي هنكتب واي ام ومكان الييرز هنكتب مانثز. بالطريقة دي نكون حددنا السنين والشهور. لو احتاجنا كمان نكتب الأيام هنكتب and وبعدين dated if ونفس اللي عملناه تاريخ اليوم والفصلة المنقوطة والتاريخ الميلاد. مكان الواي ام هنكتب ام دي ومكان المانثز هنكتب days. بعد كده ندوس انتر. زي ما انتوا شايفين اهو اتحدد معانا العمر بالسنين والشهور والايام. لو عايزين ننزل نحدد الاعمار كلها مش هينفع. هنيجي عن الخانة اللي احنا محددينها ونثبتها. هي الخانة اللي احنا محددينها F5. هنيجي عندها ونعلمها وندوس F4 عشان نحددها في السنين والشهور والأيام. بعد ما اتثبتت هندوس انتر وننزل تاني تحت، هنلاقيها اتثبتت معانا وتحدد جميع الأعمار. حاجة تانية، لو احنا عايزين نكتب مثلا الييرز نكتبها مثلا سنة، ومكان الشهور نكتب شهر بالعربي أو نكتب علامة الواي. هنيجي عند الييرز ونخلي كلمة الواي بس، والمانثز هنخليها ام بس، والدايز هنخليها دي. ندوس انتر هنلاقيها متحددة معانا. عايزين نخليها شهور هنيجي عند الواي اللي احنا علمناها وندوس نكتب سنة أو أي حاجة احنا عايزين نكتبها، وعند الام نكتب الشهر مثلا أو شهور، وعند الدي هنكتب أيام أو زي ما احنا عايزين. هنضغط انتر هنلاقيها ظهرت معانا زي ما انتوا شايفين.